ليش رجعتي على سوريا؟ وين أحسن، سوريا ولا بلبنان؟ بدي أقول لكم شغلة يا جماعة، أنا إنسانة عندي برقبتي 6 أطفال، هن كل حياتي وهن كل شي بملكه بحياتي. أنا ما دورت على حالي، ولا دورت شو بدي ألبس، ولا شو بدي آكل، ولا شو بدي أعمل. أنا دورت كيف بدي أطعمي، كيف بدي ألبس، كيف بدي أعيش، كيف بدي أدرس. أنا رجعت على سوريا لأنه أنا طالبة جامعية. إيه، أنا نفسي زهرة طالبة جامعية. اللي كنتوا تقولوا مستحيل تكون طالبة جامعة، مستحيل تكون دارسة. ايه، انا طالبة الجامعة الدارسة متعلمة، بس شاءت الحرب انه تزتني بلبنان واشتغل بمزرعة الغنم، مزرعة بقر، اشتغل بالدجاج. ما خليت شي ما اشتغلت فيه، ما خليت شي ما اشتغلت فيه. كان هو الهدف اولادي لا يحتاجوا حدا وما يتمنوا حدا. وقت حررت سوريا قالوا اللي بده يكمل جامعة يرجع يكمل جامعة. فأنا رجعت مشان أكمل جامعتي. أنا ما ضل عندي صحة وعافية أضل أشتغل بلبنان وبالأراضي. صار معي دسك، صار معي ضغط، معي سكر، وآخر شي قالوا لي معك قصور بالغدة الدرقية. فقلت أنا وظيفتي رح تكون سلاح لأولادي وسلاح لإلي، لأنه أولادي كلهم لساتهم أطفال وصغار. فهذا الخيار اللي خلاني ارجع فيه على سوريا. عرفتوا ليش؟ بالنسبة للأوضاع بتقولوا لي كيف أوضاع سوريا؟ بالفيديو الثاني بقول لكم حطوا لايك لحتى أكمل معكم. ربي يسعد قلبكم.